رحلة جوه جسمك مع غدة بتحاول تنقذك في أعماق جسم الإنسان، في مملكة اسمها الهرمونات المتحدة. بتعيش غدة صغيرة هادية بس شغالة ليل ونهار، اسمها الغدة الكظرية. مكانها فوق الكليتين زي تاج صغير فوق مملكة كبيرة كده. الغدة دي عندها مهمة خطيرة جدا، بتصنع أبطال خارقين اسمهم كورتيزون، وده بيحارب التوتر. ألدوستيرون بيحافظ على توازن المية والملح. أندروجينات بتساعد على البلوغ والنمو. لكن فجأة حاجة حصلت. في جين اسمه CYP21A2 قرر ياخد أجازة، وده سبب خلل كبير اسمه فرط التنسج الكظري الخلقي CAH. النتيجة كل حاجة اتلخبطت، الضغط وقع، السكر نزل، الجسم دخل في حالة اسمها أزمة كظرية، وممكن تكون خطيرة جدا لو ما اتلحقتش. أول ما الطفل بيتولد، لو كانت الغدة الكظرية مش شغالة كويس بيبان على طول، خصوصا البنات. ممكن يحصل تضخم في الأعضاء التناسلية أو يحصل ارتباك في الشكل الخارجي. أما الأولاد شكلهم طبيعي، بس الغدة من جوه بتصرخ إنها مش قادرة توازن حاجة. من غير علاج الطفل ممكن يكبر بسرعة زيادة، يدخل البلوغ بدري، ويقف نموه كمان بدري، لأن الأندروجين عالي جدا. والنتيجة شعر زيادة، صوت غليظ، وحبوب. وفي البنات مشاكل في الدورة الشهرية وصعوبة في الحمل، وفي الولاد مشاكل في الخصوبة. العلاج هنا عامل زي المدرب اللي بيرجع الفريق يشتغل. كورتيكوستيرويدات زي الهيدروكورتيزون فلودروكورتيزون للتوازن، جرعات محسوبة بالظبط حسب احتياج الجسم، أحيانا علاج هرموني أو جراحي. والأهم من ده كله متابعة مستمرة مع دكتور الغدد، ودعم نفسي، لأن الموضوع مش بس جسدي، ده كمان عاطفي ونفسي. الغدة الكظرية لما تلاقي الدعم الصح بتتحول من غدة تعبانة لبطلة خارقة، والطفل اللي كان جسمه تايه بيقدر يعيش طبيعي، يكبر، يحقق، يكون بطل في حياته. افهم المرض، واجه، وافتكر دايما إن جوه كل طفل في غدة بتحاول تحارب بصوت واطي. ساعدها وخليها تكسب.